التلفزيون المصري بيوزع وجبات كنتاكي هنا في التحرير، وكل واحد بياخد $100. اهي. ها خدت كام وجبه كنتاكي بقى؟ انا خدت سناك بوكس، وخدت فارل الكبير اللي هو بتاع العائلي ده الحلو ده. قول بقى بجد، يعني بجد خدت كام دولار بقى بامانه يعني؟ $100؟ لا، $100 في الليله. اه. انت بقالك هنا كام يوم؟ يا اخي بطل بقى تهديد بقى. الراجل ده شكله خد دولارات كتير. اهو. صح؟ مصروف يا عم. لا، هي الأردن متدخلة في الموضوع. أيوة. بثبت لك دلوقتي حالا إن الأردن هي اللي ليها علاقة بالموضوع ده كله. دينار أردني أهو لسه واخده دلوقتي حالا. بتاخد في الليله دينار اردني. دينارين. كنت لسه رايح الصرافة، لقيت الصرافة قافلة. لقيت الدينار ب 8 جنيه 27 قرش. ايوه كويس. وبالنسبه للناس دي برضو بتاخد وجبات كنتاكي كده برضو ولا ايه؟ والله كنتاكي وراك اهو، قاعد الولد بتاع كنتاكي. ده كنتاكي. طب انتوا يا جدعان يعني احنا برضو يعني بنتمتع بالرخاء في عصر حسني مبارك والجماعه دول، يعني برضو احنا هنفتقدهم بصراحه يعني. حسني مبارك خبره، راجل يعني قريبنا بقاله 30 سنه، يعني ما ينفعش يجيبنا كده بسهوله. صح؟ اكيد لا. يعني انت قرارك ايه بصراحه؟ والله قراري طبعا الاجنده بتاعتي انا يعني. الاجنده يعني. هنا اجندات في ميدان التحرير، هنا اجندات. معاك ايه؟ كراسه. طب قول اللي في الكراسه برضه. قول الكراسه ان احنا عايزين حسني مبارك يرحل ده. يعني هو ده اللي في الكراسه. يرحل، وبعد كده النظام اللي يجي النظام يكون يتقي الله، بس اهم حاجه النظام يكون يتقي الله بس. عمرو عراقي بيكلمني. قول يا باشا اللي في الكشكول بتاعك. سبيلي؟ عشان بس في اجندات ثانيه في السبيل. احنا مش عايزين نغير اسماء، مش عايزين نشيل حسني مبارك ونحط حسني مبارك تاني بس تغيير اسماء، لا احنا عايزين تغيير نظام. الراجل اهو الاجنده الثانيه ايه؟ ده اجندتك الثانيه. هو ده معاه شنطه. مليانه اجندات. ها؟ حمرا وخضرا. ايه يا شباب؟